تعال نحل سؤال التفاضل الرايق ده. بيقول لك اذا كان س بتساوي ق ص، حيث ص تنتمي للفتره دي. الفتره دي معناها ايه؟ الفتره دي معناها اللي هو في الربع الثاني. فان د س على د ص. اولا هات المعادله كده. س بتساوي ق ص. اشتقاق السين واحد في د اللي اشتقيته، اللي انت اشتقيت السين، اشتقيتها بالنسبه لايه؟ بالنسبه لص. يبقى د س على د ص بيساوي اشتقاق الق ص، ق ص ض ص، في د اللي اشتقيته، اشتقيت الصاد يبقى د ص، على اللي اشتقيت اليه الصاد يبقى د ص. د ص على د ص بواحد، فهنمسحها دي والواحد ده كمان نمسحه. طيب دلوقتي انا جبت المطلوب، مش موجوده في الاختيارات. اول حاجه تعالى نبسط حاجه بسيطه. مش الس بتساوي ق ص؟ طب ما انت ممكن تشيل هنا الق ص دي وتحط مكانها الس. ماشي، برضه لسه مش موجوده في الاختيارات. مش انت عندك في الدوال المثلثيه ان ق تربيع ص ناقص ظ تربيع ص بتساوي واحد؟ ايوه. لو وديت الدي الناحية التانية وضربت في سالب واحد، هتبقى الظا ص تربيع بتساوي ق تربيع ص ناقص واحد. دي ظا تربيع ودي ظا، فانت عادي خد الجذر، تبقى ظا ص بتساوي جذر ق تربيع ص ناقص واحد. ولكن لازم تعملها بالموجب والسالب. ليه؟ لان الجذر بيطير التربيع بمقياس، والمقياس بيتفك بالموجب والسالب. طب انت هتاخد الموجب ولا السالب؟ هاخد السالب. ليه؟ لان من الاول هو قالك ان الصاد في الربع التاني، والربع التاني كله بيبقى فيه سالب ما عدا الجا او مقلوبها. طب دي عرفتها منين؟ لان القاعده الشهيره اللي هي كل جبار ظالم جاته داهيه، في الربع التاني كله بيبقى سالب ما عدا الجا ومقلوبها اللي هي القتا، فمش من ضمنهم الظا، فانا هاخد من هنا ايه؟ السالب. وبنفس الفكره اللي احنا حلينا بيها الحته دي، مش السين بتساوي ق ص، يبقى القا تربيع ص بتساوي س تربيع. ده كله اصلا بيساوي ايه؟ ده كله بيساوي ظ ص اللي انا عاوزها هنا. فانا ممكن اشيل ظ ص بتساوي واحط سالب جذر س تربيع ناقص واحد، اللي هي الاجابه رقم ج. وبس كده.